مرحبا بكم متابعين ومشاهدين حلويات وملاحة ريما. ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، وان شاء الله الفيديو تاعي يلقاكم بتمام الصحة والعافية يا رب. انا بالي راكم مع الشقة تاع العيد وراكم تجهزوا للعيد، ولكن كما تعرفوني هذا النوع من الحلوى ما نقدرش نستغنى عليه في العيد، سواء العيد الاضحى ولا عيد الفطر المبارك. حضرته في اخر دقيقة، ما داش مني 45 دقيقة بالضبط. وشوفوا معايا الشكل تاعو كيفاش جا. الجاتو تاع الفرماج ما كاش فينا ما يبغيش هذا النوع من الجاتو. شوفوا شحال يجي هشيش، شحال يجي بنين ويتغلف بالكوفريت. الله الله، تبعوا معي مباشرة الوصفة. نحتاج للمقادير 250 غرام مارغرين بدرجة حرارة الغرفة، نحتاج ملعقة صغيرة خميرة الحلويات، رشة ملح، ملعقة فانيلا، ونحتاج 3 ملاعق كبار تاع السكر الناعم، 6 تاع فروماج بورسيون، نحتاج كأس من جلجلان اللي نقيته غسلته وحمصته وطحنته اون بودر، ونحتاج مزيج ما بين المايزينا والفرينة. يعني المايزينا يعني حوالي ملعقتين كبار فقط، ماشي بزاف، لان اصلا الجلجلان هو يمدلو الهشاشه، دونك ما كان له نكتروا المايزينا باش ما يجيش هشيش فوق اللازم. حطيت المارغرين، حطيت الفرomاج، وراني نحط في السكر الناعم اللي قلنا 3 ملاعق كبار سكر ناعم. بطبيعه الحال السكر الناعم راني مغربلاته من قبل. نبدا نضربهم كل شيء حتى ينسجموا لي مع بعض بهذا الشكل. هنا نتوقف باش نستعمل اليد تاعي. نزيد هذاك الكأس تاع جلجلان محمص ومطحون، الملعقه تاع الفانيلا، والملعقه تاع خميره الحلوى، ونزيد الفرينه اللي زدت معاها ملعقتين تاع نشاء الذره ولا المايزينا، وراني غربلتها كما قلت لكم مسبقا، لازم نغربلهم. نستعمل اليد تاعي نخلط، بيان سور نقي لو بلون دو طرافاي تاعي. كما نعرفوا الفرينه والمايزينا تجي خفيفه بالخف ترش لنا لو بلون دو طرافاي. دونك نبدا نجمع في العجينه ونخليها طريه، نحاول نخليها طريه. نحاول نفتت كاع هذاك الجلجلان الا كانوا عندي تكتلات تاع جلجلان، ونزيدوا الفرينه بالتدريج حتى نتحصلوا على القوام المطلوب. انا هاد البول يعني درتها كامله وزدت حوالي النصف تاعها حتى تحصلت على هاد القوام. شوفوا معايا، دونك جات طريه ورطبه، وحاولوا ما تنشفوهاش. وعلاه جاتنا بهذا اللون، جاتنا ماغون باسكو زدنا لها جلجلان، وريحتها صدقوني ولا اروع. وانا نعجن فيها يعني شميت واحد الريحه تاع الجلجلان رائعه. نبداو نشكلوا الحلوى تاعنا، نديرها في شكل بوده ما يكون خشين ما يكون رقيق. وضربوا حسابكم باللي رانا دايرين ملعقه صغيره تاع خميره الحلوى، دونك ما ديروهاش خشينه بزاف باش الحبه تجي هذيك هي. نقطعها في شكل المقروطات. انا درت انا عيني ميزاني، بغيتوهم طوال ديروهم يعني اطول من هذا الشكل. انا نبغيهم شويه صغيورين باش يجيو شابين. في هذا الاثناء راني مسخنه الفرن وراه يعني ساخن. ندخلو في الرف الوسطي غير يتحمر لي من الاسفل، نشعلو غير شويه من الفوق ونطفي عليه ونخليه حتى يبرد مليح مليح وحده. كي يبرد يحكم روحه، تشوفوا في البدايه طري عادي وحده، غادي كي يبرد يجمد. فوالا الحلوى تاعي بعد ما طابت، شوفوا الشكل تاعها.
حمرتها من التحت، يعني طابت حميمره الله الله، وما تشقت ليش، يعني ما كبرتهاش بزاف. وهذا هو الشكل المطلوب. هنا عندي شوكولا بلون ذوبتها في البان ماغي بدون اضافات. وهنا عندي كميه من الكوفريت رابيتو فلاغاب نورمال، يعني في الرقيق. وهنا فقط ملاحظه، حاولوا تشريوا الكوفريت اللي ما فيش بزاف الشوكولا. انا صراحه يعني كي شريت الكوفريت اللي فيه الشوكولا، هذاك الدوبل ميكس هذاك. دونك كي جيت نرابيه شويه نغبنت. علاش؟ باسكو ما لقيتش اللي ما فيه الشوكولا عند الحانوت اللي حدانا. استعملت غير هذا. نتوما ماذا بكم استعملوا الكوفريت تاع الف، هذاك اللي ما فيش الشوكولا بزاف ويجي ناشف، هذاك يساعدكم اكثر. هذا صح بنين، ما نكذبوش على روحنا، ولكن كي تجيو ترمضوه يديلكم كميه كبيره من الكوفريت. اذا ندهن الحبه تاعي تاع الحلوى ونزيد نلبسها بهذاك الكوفريت باش نتحصلوا على الشكل النهائي. نحاولوا نغطيو كل الجوانب. نكمل كاع الحبات تاعي بهذا الشكل ونلتقي في صحن التقديم. فوالا الحلوى تاعي هذا هو الشكل تاعها النهائي. كاين شي حبات يعني درتهم بالكوفريت او شوكولا، كان عندي متوفر ايضا، زدتو في الاخير لان القبسه الاولى هذه ما كفاتنيش. اوغوزمون ديبانيت بقبسه اخرى تاع كوفريت وشوكولا، وشوفوا يعني الشكل جاء احسن من الاول. يعني هاد الحلوى تاع زمان بكري كانوا يديروها، وانا يعني منذ الازل نديرها كل مره وما نشبعش منها. ندوق معكم حبه باش تشوفوا معايا يعني القوام تاعها كي داير، وشوفوا الهشاشه تاعها، نشوفوا انقسمت بكل سهوله. اذا هذه الوصفه تاعي تاع نهار اليوم احبائي، نتمنى تكون عجبتكم ونتمنى تكون نالت رضاكم. واش نقول لكم في الاخير؟ نقول لكم عيد اضحى مبارك علينا وعلى كل الامه الاسلاميه جمعاء ان شاء الله. تعيدوا وتعاودوا بالصحه والراحه والهنا نتوما واحبائكم والعائلات تاعكم. تهلاو في رواحتكم، تهلاو في صحتكم، ما تكتروش بزاف من اللحم. نخليكم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.